الشان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خصه بشريعة المكارم وحفظ الأمن والأمان، المحمود في كل لسان، الداعي إلى نهج المغفرة والرضوان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في كل الأزمان، وسلم تسليما كثيرا في كل حين وأوان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحياة المستقرة غاية كل إنسان، ومطمح كل عامل، وهدف كل ساعة، وما الاستقرار في الأحوال المادية والمعنوية إلا جزء من النعيم يسكب على المرء راحة في نفسه وطمأنينة في قلبه، فينظر بعين الأمل إلى مستقبله ويرضى عن نفسه، يسعى سعي المخلصين ويعمر الأرض بمنطق الشاكرين، على بينة من أمره وبصيرة من أمره. قد جعل نصب عينيه قول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. غير أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض ونهضت على بنيانه الأمم في الشرق والغرب، ولا يكون العدل إلا بين طرفي الحقوق والواجبات في أدائها أو المطالبة بها، فهنا مكمن القوة بالأفراد والمجتمعات وسر نشوة الحضارات أو فنائها. وقد جاء الدين بتشريعات تتناول الحقوق والواجبات، ولم يترك الدين من الأصول العامة في ذلك إلا مبينا بين العباد وخالقهم وبين الإنسان وأخيه الإنسان. إنه بناء حضاري رائع تقوم أسسه على العدل وتزكو منافعه لتعطي كل ذي حق حقه وفق معايير التوازن ومقاييس العدل والمرحمة.